Take a minute, let's mismanage our time. It's getting hot up in here, but I'm focused. Your mind, there's only one thing, baby, that I really need to know. بس إن في حد معاك في الأوضة. طيب كم مرة تقوم من النوم وتلاقي خرابيش وجروح في جسمك كله ومن غير أي سبب؟ كم مرة تحلم حلم ولما بتصحى بتلاقيه بيتحقق؟ وكم مرة بتبقى طالع على السلم وتحس إن بيبقى في حد وراك؟ الحاجات دي بتحصل بأسباب معينة، زي مثلا إن البنت تفضل تتكلم قدام المراية، أو تفضل تغني في الحمام، أو تنام مثلا وهي عريانة. طبعا في بنات كتير بتعمل كده وبتقول إن الكلام ده مجرد تخاريف ومش حقيقي، لكن بيقولوا كده بعد فوات الأوان. البنت اللي بتعمل كده بترجع بتقول يا ريتني كنت سمعت الكلام. والنهاردة هنحكي قصة حصلت بالفعل لواحدة جه عليها يوم وقالت يا ريتني كنت سمعت الكلام. القصة دي حصلت في مصر سنة 2009، بس مش هنقدر نقول أسماء أبطال القصة الحقيقيين. يلا بينا نبدأ. أنا اسمي نورهان، عندي 23 سنة، خلصت جامعة وفضلت قاعدة في البيت مستنية ابن الحلال. أنا زي بنات كتير قوي، مش بنزل الشارع إلا علشان أجيب طلبات البيت، غير كده أنا في البيت على طول. ما عنديش إخوات، وأبويا موظف حكومة، وعايشين في بيت بسيط والحمد لله. كل اللي نفسي فيه إن أتجوز واحد محترم، مش مهم يكون غني أو عنده فلوس، المهم إنه يتقي ربنا فيا. لكن للأسف مش كل الظروف بتمشي زي ما احنا عايزين. ساعات الواحد بيغلط وبعدها بيندم 1000 مرة على الغلطة اللي عملها. بتبدأ الحكاية إن أنا كعادتي زي كل يوم باخد شاور في الحمام، بحب أغني جوه الحمام. وفي يوم لقيت أمي بتقولي يا بنتي بلاش تغني في الحمام. قلت لها فيها إيه يعني يا ماما لما أغني في الحمام؟ هو حرام يعني؟ قالت لي يا بنتي الحمام مكان الشياطين، ودول أهل البيت وده بيتهم. قلت لها يا ماما مفيش الكلام ده كل الكلام ده مجرد تخاريف. قالت لي يا بنتي صدقيني الجن مذكور في كل الديانات السماوية. قلت لها يا ماما الجن مذكور لكن مفيش حاجة يعني، ايه المشكلة لما اغني في الحمام؟ قالت لي يا بنتي الجن موجود في كل مكان، وكل بيت وله حراس، دول اسمهم أهل البيت، ودول مكانهم الأساسي هو الحمام. وعشان كده قبل ما تخشي الحمام لازم تقولي أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فبصيت لها باستهزاء كده وقلت لها ماشي يا ماما. بعدها رحت قدام المراية وفضلت سرحانة، وأنا كالعادة بقعد قدام المراية بالساعات، بعدها بدخل أنام. في يوم كنت قاعدة في البيت، وكان أبويا هو اللي موجود في البيت، وأمي كانت نازلة تجيب طلبات البيت. أنا وأبويا قاعدين في البيت لوحدينا، وخدت بعضي وقلت أخش أخد شاور بسرعة. فضلت أغني بصوت عالي قوي وأنا في الحمام، وبعد ما خرجت فتحت باب الأوضة بتاعتي ودخلت الأوضة. فضلت ساعتها قاعدة على السرير، ولقيت مرة واحدة النور قطع. ولعت كشاف، لقيت قدامي أغرب منظر ممكن تشوفه. أنا شفت عيون قطة، عيونها كانت بتنور نور شديد جدا. كان النور اللي طالع من عيون القطة أقوى من نور الكشاف. رجعت لورا وأنا مصدومة، بدأت أعيط. ساعتها النور رجع ولقيت القطة واقفة قدامي. القطة كان لونها أسود وعيونها كانت لسه بتنور، بس نور عينين القطة بدأ يبقى نور بسيط قوي. وقفت على السرير مش عارفة أتحرك، خايفة جدا، حتى مش عارفة نادي على أبويا. ومن كتر الخوف عياطي بدأ يبقى بصوت. لقيت القطة بصت لي قوي في عينيا وخرجت من الأوضة. خرجت علشان تروح الأوضة التانية. ساعتها أنا خرجت من الأوضة جري ورحت على أوضة بابا، قلت له على كل حاجة حصلت. لقيته بيقولي طب اهدي يا نورهان ما تعيطيش. وقام بابا علشان يدور على القطة، بس للأسف ملهاش أي أثر، اختفت. لقيت بابا ساعتها بيقولي يا نورهان مفيش حاجة في الشقة، اطمني يا بنتي وما تخافيش. تلاقيه كان بيتهيألك علشان كنتي خايفة. شغلي قرآن وخليكي قاعدة، أنا هنزل نص ساعة وجاي.
علشان في مشكلة عندي في الشغل هخلصها ومش هتأخر. قلت له لا يا بابا ما تسيبنيش لوحدي أنا خايفة. قال لي يا بنتي ما تخافيش، اقعدي وأمك زمانها جاية في الطريق وأنا مش هتأخر عليكي، هي نص ساعة بس. ساعتها اقتنعت، قلت له خلاص يا بابا روح انت الشغل وانا هقعد في الأوضة وهقفل على نفسي. نزل أبويا وانا دخلت الأوضة بتاعت أبويا وقفلت الباب عليا وفضلت قاعدة على السرير. السرير كان فيه قدامه مراية كبيرة قوي، وانا قاعدة لقيت عيون القطة في المراية اللي قدامي، وأول ما شفت عيون القطة لقيت نفسي بصرخ بصوت عالي جدا. لقيت القطة بتطلع من تحت السرير بالراحة وبدأت تقرب عليا. أنا من كتر الخوف بدأت أصرخ أكتر، بس مفيش حد سامعني، أنا لوحدي في الشقة. القطة بدأت تقرب مني أكتر وأكتر. ساعتها بدأت أقرأ قرآن كتير. لقيت القطة وقفت مكانها وبصت عليا وخرجت من الأوضة. ساعتها فضلت أعيط كأني طفلة صغيرة، طفلة عندها 7 سنين. بعد شوية لقيت باب الشقة بدأ يخبط. قمت من على السرير وكنت مرعوبة أروح أفتح. جريت بسرعة من الأوضة وطلعت على باب الشقة، لكن وأنا طالعة ببص على أوضتي حاسة إن أوضتي فيها حاجة، وفعلا لقيت القطة قاعدة جوه أوضتي بتبص عليا بمنتهى الهدوء. جريت بسرعة وفتحت باب الشقة. أول ما أمي شافتني قالت لي في إيه يا بنتي مالك؟ قلت لها في قطة في الشقة يا ماما، وأنا كنت عمالة أصرخ وأعيط وما كانش في حد سامعني. قالت لي طيب اهدي مفيش حاجة. قلت لها يا ماما القطة في الأوضة بتاعتي، أنا شفتها، أنا خايفة منها أوي يا ماما. قالت لي طب اهدي وخشي اغسلي وشك وأنا همشي القطة. بعدها أمي دخلت الأوضة بتاعتي وشافت فعلا القطة كانت قاعدة في ركن الأوضة بتاعتي وقاعدة بمنتهى الهدوء. أمي فضلت تمشيها، تزعق تصرخ، لكن القطة ما بتتحركش، ما بتخافش من أمي. القطة قاعدة بهدوء تحس إن البيت بيتها وإحنا اللي غربة. لقيت أمي خرجت تجيب عصاية علشان تخوف بيها القطة علشان تمشيها، وبعد ما جابت العصاية ودخلت الأوضة لقينا القطة اختفت. أنا وأمي بدأنا ندور بجنون عليها في كل الشقة، لكن برضو كانت القطة ملهاش أي وجود. بصيت لأمي وقلت لها ماما أنا مش هنام في الأوضة دي، أنا هنام معاكي. أمي قالت لي طبعا يا بنتي لازم تنامي معايا، وبكرة إن شاء الله نشوف حكاية القطة دي راحت فين. وفعلا نمت مع أمي. تاني يوم فضلت أنا وأمي ندور على القطة في كل حتة في الشقة، لكن برضو ما كانش ليها أي وجود. لقيت أمي بتقولي خلاص يا بنتي تلاقي القطة كده مشيت، نطت من الشباك أو من البلكونة، ممكن تكون قطة الجيران، مش عاوزاكي تخافي وبعد كده تبقي تنامي في أوضتك لوحدك، ويا ستي أنا هبقى جنبك ما تقلقيش. قلت لها لا يا ماما أنا مش هنام في الأوضة، أنا هنام معاكي. قالت لي يا بنتي ما تخافيش. قلت لها لا يا ماما أنا متأكدة إن القطة لسه في البيت. قالت لي طب يلا بينا ننزل نشتري الحاجات من السوق ولما نرجع نبقى نشوف حكاية القطة دي. نزلت مع أمي ورحنا السوق. كل ما أشوف قطة في الشارع أمسك في إيد أمي جامد قوي، وأمي تقول لي يا بنتي ما تخافيش وامسكي نفسك شوية، فرجتي علينا الناس إحنا في الشارع. بعدها أنا وأمي روحنا، دخلنا البيت وأنا قررت إن أنا أدخل أغسل وشي، ويا ريتني ما دخلت. أول ما دخلت لقيت في المراية بتاعت الحمام عيون لونها أسود. أول ما شفت المنظر ده اتفزعت، عيون كان شكلها وحش قوي. جريت بسرعة على باب الحمام علشان أخرج، لقيت الباب اتقفل عليا وبدأت أشوف أغرب منظر ممكن تشوفه. دم نازل من المراية، دم كتير. ببص ورايا لقيت القطة، أيوة هي، فضلت تلف حواليا، وبعدها القطة سابتني وراحت وقفت على شباك الحمام وفضلت قاعدة بتبص عليا. أنا بحاول أفتح الباب لكن الباب ما بيتفتحش. لقيت القطة بدأ يطلع منها صوت غريب. ببص للقطة لقيتها بدأت تتحول لأشخاص كتير، كلهم سود، عينيهم شكلها وحش، وشهم مربع، أجسامهم غريبة. وبدأ الدم ينزل من الحيطان كلها، حيطان الحمام كلها بتنزل دم، والأشخاص دي بدأت تقرب عليا. أنا مش قادرة أتنفس،
مش قادرة اتحرك. الاشخاص دي عمالة تقرب اكتر. سمعت صوت امي بره وهي بتقول لي يا بنتي يا بنتي قولي اعوذ بالله من الخبث والخبائث. ولسه هقول لقيت حد حط ايده على بقي ومناخيري. لا بقيت عارفة اتنفس ولا عارفة اتكلم. فقدت الوعي. فقت لقيت نفسي في الأوضة بتاعتي نايمة على سريري وكأني مفيش أي حاجة حصلت. لقيت أمي بتقول لي يا نورهان يا نورهان انتي كويسة؟ قلت لها اه يا ماما أنا كويسة. قالت لي هو ايه اللي حصل يا بنتي؟ قلت لها ماما أنا مش فاكرة أي حاجة غير إني كنت في الحمام ولقيت الباب مش راضي يتفتح. قالت لي مش فاكرة أي حاجة تاني؟ قلت لها لا يا ماما مش فاكرة. هو في حاجة حصلت؟ قالت لي أنا لقيتك اتأخرتي في الحمام، فضلت أخبط عليكي وقلقت قوي، كسرت الباب ودخلت، ولما دخلت لقيتك نايمة على الأرض. قلت لها مش عارفة يا ماما، أنا مش عارفة إيه اللي حصل لي خالص. أنا كل اللي فاكراه إني كنت بحاول أخرج من الحمام ومش قادرة. لقيت ماما بتقولي الحمد لله يا بنتي إنك قمتي بالسلامة. بكرة أنا هجيب شيخ يقرأ قرآن في البيت كله علشان أنا كده بدأت أقلق قوي عليكي. قلت لها ماما الحكاية مش محتاجة شيخ يعني، تلاقيني دخت في الحمام ووقعت عادي يعني. قالت لي يا بنتي لا انتي برضو ما تعرفيش حاجة، انتي كنتي نايمة يا بنتي وشكلك وحش قوي في الحمام. قلت لها مش عارفة بقى ماما. قالت لي يا بنتي انتي مش حاسة بنفسك ولا ايه؟ قلت لها يعني ايه مش حاسة بنفسي؟ ايه يا ماما اغمى عليا وصحيت، ايه المشكلة؟ قالت لي اغمى عليكي؟ يا بنتي انتي مغمى عليكي بقالك 7 ايام. قلت لها ايه؟ انا نايمة بقالي 7 ايام؟ قالت لي اه، انا جبت دكتور وقال لي انك بخير بس عايزة ترتاحي شوية، لكنك فضلتي نايمة 7 ايام. كنت بتصحي بالليل لوحدك وتخشي الحمام. انا كنت بقف اشوفك من بره، عاوز اعرف انت هتعملي ايه. لقيتك كذا مرة تقولي كلام غريب قوي في الحمام. كنت شاكة ان فيكي حاجة غلط، وفعلا انت فيكي حاجة غلط. يا بنتي انت مش طبيعية، لازم نجيب شيخ يشوفك وبعدها يحلها ربنا. قلت لها ايه الكلام ده ماما؟ انا ما عملتش كده. قالت لي يا حبيبتي انا متأكدة ان مش انت اللي عملتي كده، ده مش انت يا نورهان، ده اللي عليكي. قلت لها عليا ايه يا ماما؟ انت هتصدقي في الكلام ده ولا ايه؟ بلاش كلام الدجالين ده. قالت لي يا بنتي ده مش كلام ناس دجالين، ده شيطان، وانت وقعتي يا بنتي خلاص وهو عرف يسيطر عليكي، ودلوقتي انت يعتبر لسه صاحية ومش فاكرة اي حاجة، وال7 ايام اللي فاتوا دول انت ما تعرفيش انت كنت بتعملي ايه. انت كنت بتعملي حاجات غريبة قوي يا نورهان، لدرجة ان انا بالليل شفتك ماشية على الحيطة، بصيتيلي ورجعتي تاني على السرير. صدقيني يا بنتي ده حقيقي مش تخاريف، انت مش حاسة بحاجة يا نورهان. قلت لها طب يا امي انا كده خايفة قوي، انا كده ممكن اعمل حاجة تأذيكي، انا ممكن اذي اي حد وانا مش حاسة. لقيت امي بتقول لي انا هنزل انا وابوكي نجيب شيخ وان شاء الله ربنا يقدم اللي فيه الخير. وفعلا امي وابويا نزلوا. انا رحت ساعتها عند الجيران، فضلت قاعدة معاهم لحد ما امي وابويا يجوا. جم ومعاهم الشيخ وطلعنا الشقة بتاعتنا. لقيت الشيخ بيقول لي اشربي يا بنتي المية دي. قلت له حاضر. وانا بشرب المية لقيت واحد واقف في الأوضة بتاعتي وبيبتسم، ولقيت الشيخ بيقول لي احكي لي يا بنتي فيكي ايه. ما ردتش على الشيخ وفضلت بص على الشخص اللي واقف في الأوضة. لقيت الشيخ بصلي وفضل يقول أذكار، ولقيت نفسي بترعش جامد قوي ومعرفش ايه اللي بيحصل. آخر حاجة فاكراها اني كنت قاعدة في الصالة مع الشيخ، وبعدها فقدت الوعي. ولما فقت لقيت الشيخ رابطني من ايدي ورجلي وقال لي الحمد لله على السلامة. قلت له هو ايه اللي حصل؟ قال لي يا بنتي اللي حصل انك سلمتي نفسك للجن، سلمتي نفسك للجن من غير ما تحسي، وده بسبب انك بعيدة قوي عن ربنا. وكمان يا بنتي امك قالت لي انك كنتي بتغني في الحمام وبتقعدي قدام المراية كتير، وده يا بنتي بيقرب الشياطين منك قوي ويخليك تفقدي الوعي وتفضلي تحت سيطرة الجن. اوعي يا بنتي تعملي كده تاني، اللي حصل لك ده مجرد درس صغير، تحمدي ربنا انك لسه عايشة لغاية دلوقتي. ما تنسيش يا بنتي اللي مع ربنا دايما في امان، واللي بعيد عن ربنا وبيعمل الحاجات اللي انت بتعمليها دي ممكن يفضل تحت سيطرة الجن لدرجة انه ممكن يكفر بربنا.
انت محظوظة، اوعي تسيبي الصلاة واوعي تسيبي قراية القرآن، انا همشي واوعي تنسي كلامي. بعدها مشي الشيخ. التجربة دي فضلت معايا لحد دلوقتي، حتى لما اتجوزت وخلفت فضلت احكي القصة دي للناس. كان في منهم اللي بيصدق وفي منهم اللي مش بيصدق، وفي اللي بيخاف مني وفي اللي بيخاف وبيقرب من ربنا. دلوقتي احنا في 2021، عندي طفلين ومتجوزة الشخص اللي كنت بتمناه، وبرضه قبل ما اتجوز قلت لجوزي على كل حاجة قبل الجواز، وهو وافق وقال انه بيحبني وهيفضل معايا مهما حصل. يا ريت كل اب وام يخلي باله من الولاد والبنات، علشان ممكن في اي لحظة ابنك او بنتك يبقى تحت سيطرة الجن من غير ما تحس. لو اول مرة بتشوفني على اليوتيوب ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ولو القصة عجبتك يا ريت تسيب لي رأيك في كومنت اسفل الفيديو، وما تنساش تشير القصة دي ما بين اصحابك اللي ما بيخافوش على تويتر وفيسبوك. ولو لسه ما اشتركتش في القناة يا ريت تشترك علشان يوصلك كل جديد من القصص بتاعتنا.